شيء ضمن خطة عملية عن تحقيق الأهداف المركزة. شو هي الأهداف المركزة؟ هي إنه تكون على عدة ناحية، مثلا على الهدف الشخصي، الهدف الدراسي، الهدف العملي، وامشي فيهم وانطلق فيهم بحياتي، لكن أعطيهم أطر ووقت محدد في اليوم. كيف بمشي بالهدف المركز؟ مين بقول لي شو يعني هدف مركز؟ أنا شارح، مين بيشرح لي أكثر؟ تفضل. يعني مثلا حطيت هدف قدامي انه انا مثلا ولنفرض هلا انه انا بدي اتوظف او احتاج الى فرصه عمل. حطيت هدف قدامي، ببحث انه الهدف هذا مثلا شو هو فرصه هالعمل، يا ترى هي عن طبيب، عن بالوظيفي، عمل بكذا، بعده مجالات بدي ابحث عنه وشوف اتواصل. بدي اخترت المحاضرة اليوم، والمحاضرة مش أول مرة أعطيت دعم النفسي بالنسبة للمرأة بالمحافظة داخل وخارج المحافظة نتيجة لظروف تعرضنا لها، فنحن حبينا نختارها 62 يوم يكونوا فارق بحياتنا، وندخل عام جديد بإنجاز عالي بينعكس علينا إيجابا للعام 2026. بهتم بالمرأة لأنه في عنا نسبة مثقفين كثير، في عنا أفكار خلاقة كثير عند السيدات المجتمع هون، في عنا نسبة أرامل وعندهم مهارات كثير، فنحن لازم نحتويهم ونهتم بقدراتهم ونعيد دورهم الفعال بالمجتمع ونطلقهم للحياة بأفكار إيجابية وبمشاريع، ونخليهم يساهموا بشكل أكثر فعال بمجتمعنا ويكونوا عضو فعال. محاضرتي هي ساعات النجاح، هي عبارة عن ساعات التميز. حكينا فيها عن النمو والتوازن، النمو المتكامل والتوازن بالنسبة للمجتمع. طبعا نحن هون كانت في سيدة اليوم. حكيت عن الأهداف، حكيت عن استغلال 62 يوم واطلع فيهم بحل جديدة بإنجازات عالية وضخمة وبينعكس علي إيجابا إذا أنا أنجزت أهداف مؤجلة خلال 10 شهور. وحكيت بالورشة اليوم اللي عطيتها عن الفرق بين تطوير الذات وتحفيز الذات، وحكيت قديش الإنسان بيكون لما بيتعب على نفسه بيطور ذاته بيسعى لتحفيز ذاته، سواء الداخلي الخارجي بأكد عليه، لكن الداخلي الذات إذا ما كنا أمينين عليها ما في حدا رح يكون أمين عليها. أمال يشمول، أمين سر جمعية المرأة حياة. نحن أهداف الجمعية هي تمكين وتأهيل المرأة. المقصود ان النساء المعنفات، النساء زوجات الشهداء والزوجات يعني اللي طلعوا من بيوتهم المهيشرات، هلا نحن عم نعمل على تمكينهم وتأهيلهم من خلال دورات تثقيفية، دورات تمكينية، مثل دورات خياطة، دورات حلاقة، دورات صناعة المنظفات، كل انواع الدورات يعني اللي بتحتاجها المرأة نحن عم نقوم فيها بهي الجمعية، وحتى عم نقوم بزيارات على مراكز الإيواء، يعني يعودوا لحياتهم اللي كانوا عليها، حتى ما نشعرن يعني انه هون نحن مستضيفينهم، حتى يشعروا انه هون بين اهلهم وناسهم وفي مين يعني واقف حديهم. أنا حضرت هذا، أنا جميلة أبو زيد، ممرضة متقاعدة وعم اشتغل هسه بمجمع طبي بقدم خدمات مجانية للناس. تلقيت الدعوة من الأنسة غيداء لإلقاء المحاضرة بجمعية المرأة حياة. كثير كانت الفائدة كبيرة إلي وللأشخاص اللي حوالي، يعني استفدت منها إنه المرأة بتستحق الدعم بكل حياتها وبتستحق تعطي مش بس تاخذ. والفائدة اللي أنا أخذتها منها الدعم اللي نحن أخذناه من الجمعية نحن بحاجته طبعا، لأنه نحن يعني بتصل لفترة معينة إنه المرأة مهمشة شوي أو عليها ضغوطات كثيرة، فنحن بدنا نحاول قدر الإمكان نكون الشيء الإيجابي بالحياة لأسرنا وللناس المجتمع اللي حوالينا. نادي كمال الدين، أنا عضو بجمعية المرأة حياة مش من زمان كثير طبعا، من وقت متأخر شوي، بس قدمت لي الجمعية كثير أفكار حلوة، وقدمت لي دعم منه إنه أفتح يعني صالون حلاقة هون بضمن الجمعية، وأنا جاهزة لتقديم أي خدمة بتخص النساء بشكل عام والنساء المهاجرات بشكل خاص. يعني أنا جاهزة لتقديم أيام مجانية مخصصة شوار هون للصبايا، لأي وحدة بحاجة هذا الموضوع، أنا يعني جاهزة لقدمه لهذا الموضوع بشكل مجاني.
يعني واي شيء كمان بيتطلب مني واي شيء ثاني انا جاهزه وما عندي مشكله. وبشكر كثير الصبايا بجمعيه المراه حياه لانهم عن جد هن الداعم الاكبر الي. وهي المحاضره اللي اليوم قدمتها الست غيداء كانت كثير محاضره قيمه وعلمتنا كثير اشياء نحن كنا غافلين عنها عن جد. يعني بتحسي ازمه الحياه واللي نحن فيه هيك بتحسي خلتنا غافلين عن كثير امور بتخصنا، بتخص حياتنا، بتخص ذاتنا نحن. يعني بنقدم لاولادنا، بنقدم لبيوتنا، ونحن ناسيين حالنا بشكل تام. بس هذه المحاضره اللي اليوم القتها الست غيداء عن جد يعني خلتنا، انا بالنسبه لي خلتني اصحى لموضوع لازم اشتغل عليه، هو عن جد انه يعني حتى لو بده يجي متاخر. وبقولوا لك ناس انه هلا صحيتي مثلا على وضعك انه كسن كعمر، فلا الواحد ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. شكرا كثير لك.